مرتب عليها حاجات كتير قوي. الناس اللي متابعين التمرينات والمراسلين والكلام ده متوقعين ان مستر كوركور، مش هنقول بقى كولر لحد ما يظبط نفسه والكلام ده، يبقى كولر ومولر والناس الحلوه دي كلها. لما هو لحد دلوقتي كده هو بالنسبه لي كوركور. التشكيل المتوقع يبدا بيه مدرب الخيول اللي ربنا رزقنا بيه ده، يحب الجري زي عينه. من الواضح ان التشكيل هجومي بحت، وفعلا المباراه زي دي فعلا لازم اللي هو بقى ايه، زي ما ضربوا العور على عينه، هنا بقى لازم تهاجم وتلعب بطريقتك المعتاده. بس نتمنى ان شاء الله لما ربنا يكرم برده جون او اتنين تروح مأمن برده. التشكيل المتوقع هو الشناوي، هاني معلول، عبد المنعم، ياسر. ونص الملعب بقى ده اللي لسه فيه ايه مش متاكدين منه، هو مروان عطيه كده كده هيبدا، انما جنبه ديانج ولا حمدي ولا السوليه دي لسه مش اكيده. انما اللي اكيد في وسط الملعب مروان. قدام بقى ثلاثي، على اليمين بيرسيتاو وعلى الشمال عبد القادر، تحتيهم قفشه، قدامهم كهربا. ده لحد دلوقتي اللي الكل